عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ فكرة استدعاء المكافأة او فكرة استدعاء الألم هي دي الحاجة اللي اكاد ادعي ان هي ممكن هي اللي تكون بتحركك ناحية الحاجات اللي هتفيدك او بتبعدك عن الحاجات اللي هتضرك. اللي انا عايز اقوله، هقول لك قصة لسيدنا الشيخ الشعراوي وسامحني فيها، بس هو سيدنا الشيخ الشعراوي اللي حكاها عشان توصل لك انا عايز اقول لك ايه. سيدنا الشيخ الشعراوي كان بيقول لو انت شاب وفي قمة يعني عنفوانك وشبابك، واتعرض عليك من واحدة عندها بيت انك هتقعد معاها ساعة، هتقعد ساعة معاها بس بشرط واحد بس، انك بعد ما تقعد معاها هتنزل في الدور اللي تحت وتتحرق شوية. هو ده شرطها، انك هتتحرق شوية تحت. فاكيد 1,000,000% مش هتعمل كده. انت هتضحي هتضحي بكل اللذة اللي انت كنت ممكن تاخدها او اللذة الوقتية دي، في حين ان انت هتتألم تحت. فاستشعار العقوبة ده بيخليك تبعد عن الحاجة الغلط. استشعار انك انت مثلا ما بتصليش فانت هتبقى غير موفق، هتبقى ما عندكش راحة وطمأنينة. حتى ربنا قال كده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني ربنا حط لك انك انت لو بعدت هتبقى عيشتك كده، فانت لا انا مش عايز اعيش كده، فانا مش هبعد. استشعرت على طول العيشة اللي انت بعيد عن ربنا. استشعرت احساسك ايه بعد ما تعمل معصية، فاكيد هتاخد عقوبة وهي ليفل. ففي ليفل اعلى ليفل فيهم ان واحد يقول لك لا انا هستشعر ان ربنا هيكون زعلان، يا نهار ابيض اروح اعمل ده ربنا هيزعل مني. اروح اعمل مثلا ذنوب في الخلوات وانا عارف ان ربنا مطلع عليا وشايفني، طب ده ربنا هيزعل. لا، مجرد ما هو يستدعي ان هو ربنا مش هيبقى راضي عن اللي هو بيعمله، ممكن يقف وما يعملش كده، وهيقول ان انا ربنا شايفني وهيزعل مني فما يعملش كده. طب الليفل الاقل، لو ربنا بيحبك هيعاقبك. وكلنا كده، اغلبنا واكيد انت اللي بتسمع او انت اللي بتسمعي كده، لما تعمل حاجه غلط على طول وانت ما جاش في دماغك بقى فكره ان ربنا يزعل او ما يزعلش، وعملت الحاجه الغلط، لازم بعديها على طول تاخد على دماغك، لازم يحصل لك حاجه، لازم تتخبط، تعمل حادثه، تتزاول، يجي لك هم، يجي لك خنقه، تبقى مش طايق نفسك. فكره اصلا انك انت تبقى مخنوق ومتضايق بعد حاجه غلط، دي رساله من ربنا عايز يقول لك انك انت بعد ما تعمل ده، بص انت اتألمت ازاي، بص حصل لك ايه، عشان برضو ترجع. ففكره استدعاء الحاجه الوحشه اللي انت هتحسها بعد الالم، او استدعاء العقوبه، تخليك لا ما تعملش كده. لا انا لما اسمع الصلاه اروح اصلي، لا انا مش هعمل ذنوب في الخلوات، لا انا مش هعمل ليفل اعلى ان انا اروح مثلا اعمل حاجه غلط جدا فهتعاقب عليها جدا. فاهمين قصدي؟ فكره استدعاء الالم. الناحيه الثانيه استدعاء المكافاه، انك انت تستدعي المكافاه. طب انا لو انا صليت الصلاه على وقتها ربنا هيعمل ايه؟ طب انا لو انا بعدت عن المعاصي، طب انا لو انا نزلت صليت الفجر في المسجد. يعني ساعات كتير قوي بكسل او ما افتكر على طول، ده انت هتبقى في ذمه الله. من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين السنه. فانت لو ربنا اكرمك بصلاه الفجر فانت اكنه اداك الدنيا. انت استشعرت المكافاه، انك انت لما تبر ابوك وامك دي احلى حاجه ربنا بيحبها، فانت ربنا هيكون مبسوط، ربنا هيوفقني، فبتروح تبر ده عشان خاطر ربنا. فاستدعاء المكافاه واستدعاء الالم هو اللي هيجريك يخليك تعمل الحاجه ده. وانت رايح الجيم، لسه هروح الجيم ولسه هتمرن، استدعاء المكافاه انك انت بعد ما تخلص تمرينتك هتكون مبسوط، انك انت صحتك هتبقى كويسه. لسه هذاكر واعمل، استدعاء المكافاه لما اخش الامتحان هبقى مستريح وبجاوب كويس، لما تطلع النتيجه هكون مبسوط. استدعاء المكافاه، دايما استدعي المكافاه، واستدعي انك انت لما تعمل حاجه غلط اكيد هتعاقب عليها. صدقني الغلط هيقل قوي والحاجات الصح هتزيد قوي. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويجعلنا دايما نسعى لرضا ربنا. شكرا، سلام عليكم.